إذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا مرحبا بكم في قناتكم أوسا سبور. مشاهدينا الكرام، دابا ركزوا معايا مزيان حيت اللي جاي ممكن يبدل بزاف ديال الحوايج. مشاهدينا الكرام، حسب المعطيات المتوفرة، القرار التأديبي ديال الكاف بخصوص نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال غادي يخرج في أقل من 48 ساعة. نعم، ساعات حاسمة وترقب كبير، والعيون كاملة مشدودة للاتحاد الإفريقي. اللجنة التأديبية مشاهدين الكرام الكاف سالت الجلسات الاستماع ديالها مع جميع الأطراف طبعا، وهذه الجلسات كانت عبر تقنية الفيديو. يعني سمعوا للجامعة، سمعوا للمنتخب، سمعوا للمسؤولين، وسجلوا كل التفاصيل. دابا الكرة في ملعب الكاف. السؤال اللي كيطرح راسو بقوة مشاهدين الكرام، شنو هي أهم القرارات، أو لا شنو ممكن يكون هذا القرار؟ عقوبات، غرامات، إيقافات، ولا غير تنبيهات؟ كل هذا الشيء هذا كامل مشاهدين الكرام هي عبارة عن احتمالات واردة. خلينا نرجع شوية للوراء ونشوفوا أن النهائي الكان طبعا اللي جرى بين المغرب والسنغال كان مشحونا. كان اللي بينا شفنا المشاحنات اللي كان كيديرها طبعا هو السنغال، هو المنتخب السنغالي، وهو كذلك المدرب السنغالي. طبعا داخل الجماهيري كان كبير، رهانات تاريخية للمغرب المنظم للبطولة. طبعا حنا بغينا الكأس يكون في الدار ديالنا، السنغال بغات تنتقص هذه الفرصة هذه وتفرصرتها بقوة أنها كقوة إفريقية، ولكن سقطت في الغلط وسقطت في المحظور. مشاهدينا الكرام، حنا كان بينا شفنا انه لما كانت ضربة الجزاء وهي ضربة واضحة، كيفاش السنغاليين كاملين تقلبوا، وكيفاش كان المحاولة هو انه اخراج المغرب من رونقه واخراج المغرب من تنظيم هذه البطولة اللي كانت بطولة هائلة ورائعة. مشاهدينا الكرام، طبعا الاعصاب كانت مشدودة حتى اخر دقيقة، ومن بعد اللقاء بدات التقارير، بدات الشكايات، وبدا الملف كيكبر شيئا فشيئا، والكاف قررت تفتح تحقيق رسمي وتستدعي جميع الأطراف لجلسة الاستماع. واليوم هذه المرحلة هذه هي مرحلة قد انتهت. دابا خصنا نكونوا واضحين المشاهدين الكرام، الكاف ما كديرش هذه الإجراءات غير هكاك. إلى طبعا إلى وصل الملف للجنة التأديبية راه كاين شي حاجة خاصها الجواب. طبعا اما الاحداث في الميدان، اما تصرفات الجماهير، اما احتجاجات رسميه، والكاف دابا خصها تقول الكلمه ديالها الاخيره. ولكن كاين واحد النقطه مهمه بزاف مشاهدينا الكرام، وكاينين بينا كنشوفوها وكاينين بينا كنعرفوها، وان المغرب دار بطوله عالميه بشهاده الجميع. طبعا تنظيم، ملاعب، امن، استقبال، يعني من ناحيه التنظيمي مشاهدينا الكرام ما كاين حتى نقاش. الملف دابا مركز اكثر على الاحداث النهائي تحديدا. 48 ساعه المقبله مشاهدينا الكرام غادي تكون حاسمه. اي قرار غادي يخرج غادي ياثر على صوره النهائي طبعا، وغادي ياثر حتى على المرحله الجايه من المنافسات الافريقيه. ولهذا السبب الاعلام الافريقي كامل خصوصا الجاره الشرقيه كذلك متابعه هذا الملف هذا كامل، بحال اللي كنقولوا زنقه بزنقه ودقه بدق. دابا نخليكم مع واحد السؤال مهم مشاهدينا الكرام، واش الكاف غادي تخرج بعقوبات ثقيله، ولا غادي تكتفي فقط بتوصيات وغرامات؟ بعض التجارب كيقول ان الكاف كتحاول دائما توازن بين الصرامه ديالها والحفاظ على صورة البطولة، ولكن اللي اكيد مشاهدينا الكرام ان القرار غادي يكون رسمي ومبني على تقارير وشهادات جميع الاطراف. طبعا ما فيش عاطفة، ما فيش ضغط جماهيري، ولكن فيه وثائق وفيه محاضر وفيه فيديوهات كتلخص تلك الواقعة. طبعا واللي خصنا كذلك كجمهور المغربي اننا نتحلوا بالهدوء وما نسبقوش الاحداث وما نطيحوش في الاشاعات، ونستناو البلاغ الرسمي ديال الكاف اللي غادي يفند جميع الادعاءات والاخبار الزائفه. حيت بزاف ديال الصفحات مشاهدين الكرام بداو كيتصوروا سيناريوهات، ولكن الحقيقه كتخرج من جهه واحده وهي الاتحاد الافريقي. الخلاصه مشاهدين الكرام، اللجنه التاديبيه سالت الخدمه ديالها،
جلسات الفيديو تسدات، والقرار التأديبي غادي يخرج خلال 48 ساعة. النهائي المغربي السنغالي دخل مرحلة الحسم، وأي تطور غادي يكون، غادي نخبركم به مشاهدينا الكرام. خليو متابعة، خليو تعليقات، وقلنا الرأي ديالكم شنو كتوقعوا عقوبات او لا طي الصفحة. ما تنساوش الاشتراك، دعمونا كيصلكم الجديد. كان معكم أستاذ سبور، السلام عليكم.